قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. السلام عليكم. في الصدى فلوج الفيديو ده هقول لكم على افضل روتين بالنسبه لي. خليني الحمد لله المذاكره بالنسبه لي سهله على قد ما اقدر، وخليني الحمد لله اجيب تقديرات عاليه. هقول لكم الفيديو النهارده على 5 خطوات اتبعتهم في الروتين ده عشان تقدروا توصلوا لافضل روتين بالنسبه لكم. فاول حاجه من ال5 خطوات البيئه اللي حواليك. اهتم كويس بنظافه المكتب وانك تظبط المكتب اللي انت هتذاكر عليه، وقبل ما تذاكر جيب كل حاجه محتاجها في المذاكره عشان ما تضطرش وانت بتذاكر انك تقوم وتشتت نفسك وانت بتذاكر. تاني حاجة قراءة سورة ياسين او ما تيسر من القرآن. تالت حاجة اكتب المحاضرات اللي انت هتذاكرها وحدد ليها وقت معين. بس الاهم وانت بتكتب المحاضرات على قد ما تستطيع ما تكتبش حاجات فوق طاقتك، عشان في اخر اليوم لو كتبت حاجات فوق طاقتك هتحبط وهتتفاجئ اصلا انك مخلصتش كل اللي وراك. رابع حاجة ابعد كل المشتتات اللي حواليك. بس لو انت بتذاكر اصلا من على الموبايل ممكن تعمل حاجتين. اول حاجة ممكن تمسح السوشيال ميديا من على تليفونك وممكن تنزلها في اخر اليوم بعد ما تخلص مذاكرة خالص، او الحل التاني انك اصلا تنزل تطبيقات مخصوصة انها بتقفل السوشيال ميديا بشكل مؤقت، ممكن تقدر تفتحها بعد ما تخلص مذاكرة. خامس نقطة هي اقول لكم على 3 طرق سهلت المذاكرة جدا بالنسبة لي. اول حاجه اكتب ريكول اللي هي الاسترجاع النشط، هي تقنيه للمذاكره بتعمل على استرجاع المعلومات بدل ما تقراها للمره التانية. يعني انت ذاكرت المعلومه للمره الاولى بتقراها وبتحفظها، او لما تيجي تذاكرها للمره التانية ما تقعدش تكرر في نفس الكلام وخلاص. لكن ممكن تعمل الطريقه التانية اسهل عشان تعزز استرجاع المعلومات بشكل اسرع. هقول لكم مثلا على مثال. عندي مثال مثلا في 5 كلمات اللي هو specific, measurable, attainable, relevant, time bound. دول عندي هنا 5 كلمات. انا ممكن هنا بالاكتف ريكول اللي هي الاسترجاع النشط ممكن احطها في كلمة سمارت كلمة واحدة. ده هيسهل على مخنا ان احنا هيفتكر كلمة واحدة بدل ما يفتكر 5 كلمات، ممكن ما يفتكرش كلمة منهم. فالاسهل بالنسبة لنا ان احنا نجمع الكلمات اللي هو متشابهة في كلمة واحدة. تاني حاجة انا عندي حاجتين عكس بعض. الدواء الاول ده ليه مضاعفات، فبدي الدواء رقم 2 عشان يصلح اللي عمله رقم 1. فانا جمعتهم مع بعض بدل ما احفظ كل دواء لوحده وممكن انسى وظيفة كل واحد. لا، انا جمعتهم مع بعض بجدول وكتبت كل واحد بيأثر ازاي على مكان معين في جسم الانسان. ده بالنسبة لي هيسهل عملية استرجاع كل واحد. اول ما يجيله سؤال على النقطة دي جدول في دماغي فاعرف استرجع المعلومات بشكل احسن. تالت حاجة التكرار المتباعد. ده مفيد جدا لو انت عاوز تفتكر ان انت ذاكرته. انك تعمل جدول بسيط لمادة معينة انك هتذاكرها في الاول في يوم مثلا يوم الاربعاء 1/5، وتراجع عليها تاني يوم الحد 5/5، وتراجع عليها تالت يوم الحد 12/5، عشان طول ما انت بتراجع على المادة هتفضل تفكرها ومش هتنساها. هو الغرض من التكرار المتباعد انك تجيب مادة معينة وتحطها في ايام متباعدة عشان تقدر تراجع عليها كل شوية ومتنساهاش. ودي كانت النقطة ال5. دي طرق انا استفدت منها جدا، ويا رب تكونوا استفادوا منها. ودول كانوا ال5 نقط بتاع الفيديو النهارده اللي هو افضل روتين بالنسبه لي وصلت له. تقدروا تكتبوا في الكومنتات ايه الطرق ان انتوا تمشوا عليها عشان توصلوا لافضل حاجه في المذاكره وما تنسوش اللي انتوا ذاكرتوه. ولو عجبكم الفيديو تقدروا تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان ينزلكم اي فيديو جديد. والفيديوهات الجايه ان شاء الله هتبقى ليها علاقه بالامتحانات عشان الامتحانات قربت. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، ودمتم بخير وفي امان الله.